السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة إن شاء الله عيش شمسي على طريقتنا هنا في الواحات الوادي الجديد الداخلة. تابعوا معايا لآخر الفيديو وإن شاء الله الفيديو هيعجبكم جدا. طبعا احنا من بالليل يا جماعة بنعمل الخميرة اللي هي تبقى خميرة من الدقيق نفسه، مش الخميرة الفورية. بنعجنها من بالليل وبنسيبها لحد الصبح، بنلاقيها خمرت يعني، وبنصحى الصبح نغربل الدقيق أو ننخل الدقيق زي ما بتحبوا، وبنركب العجان وبنجهزه. طبعا هنا يا جماعة بنحط الخميرة اللي احنا خمرناها من بالليل، وبنحط شوية مية صغيرين في العجان، مش مية كتير. وبعد كده بنحط خميرة فورية، بس بنحط كمية قليلة حوالي معلقتين خميرة، وبنحط الملح، وبنبدأ نحط الدقيق بالتدريج والعجان شغال بالشكل ده. طبعا في الأول لما كنا بنعجن على ايدينا الوضع كان بيختلف. كنا الأول بنحط شوية دقيق ومية ونعجن الدقيق كويس جدا بالتدريج لحد لما نخلص، وبعدين نحط الخميرة والمية وملح والمية بالتدريج. يعني العجين على الايد كان بيختلف خالص عن العجين في العجان. كنا بنحط الخميرة اللي احنا بنبقى عاملينها من بالليل دي بس في الاخر بقى، مش في الاول زي العجان ده. طبعا لان العجان هنا بيفضل حوالي ساعة يعجن، وصراحة حلو جدا يعني، نتيجته كويسة، بنعجن بيه وبيطلع العيش حلو قوي ومعجون حلو خالص يعني. بس انا حبيت اقول لكم الفرق. يعني الاول كنا بنعجن على ايدينا، وطبعا عجين الايد حلو جدا، بس خلاص بقى العجان بقى بيغني عن عجين الايد خالص. بس وهنبدأ نحط الدقيق بالتدريج لحد لما العجان يعجن، وبعد كده بنشوفه بنقلب بايدينا كمان معاه. ما بينفعش نسيب العجان كده لوحده، وبنضيف له ميه بالتدريج، لان العيش الشمسي بيبقى قوامه خفيف خالص، بيبقى سايل شويه عن العيش التاني. وطبعا بالخبره بقى ومع الوقت خلاص بقينا عارفين المقادير بالتقدير وكل حاجه. والعجان ده تقريبا بيشيل حوالي 20 كيلو من الدقيق. بس هنسيب العجان بقى بيقعد حوالي ساعه لحد لما يخلص عجن، وبعد كده نقطع العيش. بس كده بنفضل نقلب بايدينا قصاد العجان. طبعا والدتي هي اللي بتقوم بالمهمة دي يا جماعة، لان الموضوع بيبقى صعب شوية، فهي اللي بتفضل تقلب، وهي اللي عارفة العجين اصلا بيبقى اتظبط ازاي يعني بالخبرة، لحد لما بنخلص خالص. وفي الاخر بندي العجين كده عجن بقى بايدينا احنا، اللي هو بيبقى الاخر خالص، احنا بنقول عليه الفم الاخراني يعني. بس كده خلاص شلنا الحلة دي من العجانة وطبينا العجين، والعجين كده مظبوط وتمام. هنغطي العجين ونسيبه يريح حوالي ساعة كمان، عشان فيه خميرة فورية لازم نسيبها تريح. بس هنغطيه ونسيبه، وبعد كده نروح نجهز الحاجات اللي هنحط عليها العيش. احنا بنقول عليهم هنا في الواحات مقارس، مقرصة، معرفش انتوا بتقولوا عليها ايه بقى، بس المهم ان احنا بنعملهم من الورق بتاع الكراريس والكتب. بعد ما بنحطه في ميه وبنعمله حتت صغيره كده، بعدين بنحطه في حاجات زي اسطمبات فبيطلع معانا بالشكل ده، وبنحط عليه العيش. انا معرفش انتوا بتقولوا عليه ايه بقى في الاطباق، او سموه ورق زي ما تسموها يعني. بنحط عليه الردة او النخالة بتاعة العيش اللي احنا طلعناها من الدقيق، او هي دلوقتي اصلا بتطلع جاهزة في المكن يعني. الدقيق بنغربله، ما بنلاقيش فيه اي حاجة في المكن الحديث بيطلع الدقيق فينه. بس بنعملها بالشكل ده، وبنجهز المكان اللي هنحط فيه العيش. طبعا احنا في الصيف هنا الشمس سخنة جدا جدا، فما بنحطش العيش في الشمس، بنحطه في أوضة وبنشغل عليه المروحة وبنسيبه وبنخبزه من غير شمس لحد لما فترة الصيف الحر جدا بتاع الشهور دي يعني يعدي. في الشتاء بقى بنطلعه ونحطه في الشمس، عشان كده بنخبزه في الصيف عيش شمسي من غير شمس. هنخلص بقى بالشكل ده كده بعد ما كان عدى اكتر من ساعة يا جماعة. وكده بصوا العجين ما شاء الله ملا الحل خالص لحد وشها، وكده الخميرة كانت كويسة سواء دي او دي، لان العيش كده خمر معانا. وبعد كده هنحطه على المقارس الورق دي ونسيبه بقى تاني لحد لما يخمر مرة كمان، زي ما قلت لكم عشان الجو عندنا حر اوي الايام دي. فاحنا هنسيبه في الأوضة تحت المروحة لحد لما العيش يطلع معانا. لكن في الشتاء بنطلعه بقى بنحطه في الشمس لحد لما يطلع براحته. احنا قرصنا العيش كده يا جماعة. بعد كده هنحطه في مكان زي ما قلت لكم شغلنا عليه المروحة، طبعا عشان الدبان كمان ما خلاص النهار بيبقى طلع والدبان جه، فعشان المروحة كمان هو المروحة بيودي من عليه الدبان، وبنقفل عليه الدنيا يعني بتبقى ضلمة.
وبنسيبه بقى لحد لما يطلع براحته. والطريقة دي تنفع جدا مع الناس اللي ما عندهاش شمس. لو عندكم مكان دافي وفيه مروحة ومقفول، ممكن تحطوا العيش الشمس عادي وتطلعوه فيه طول ما الجو اصلا حر. كده بقى بعد ما عدى وقت العيش ابتدى يعلى لفوق ويرتفع، بنختبره بالطريقة دي، بنلاقي العيش اصلا خمر كده وخلاص كده جاهز ان احنا نسوي العيش. بنشغل الفرن ونسيبه بقى لحد لما الفرن يسخن خالص، وبعد كده نبدأ نرمي العيش على الفرن. وهنا بنفتح العيش في الجناب بشوكة جريد، طبعا كله طبيعي في طبيعي. الجرافة اللي احنا شغالين بيها معرفش اسمها البتاع الكبيرة دي اللي احنا بنحط عليها المطرحة، احنا بنقول عليهم كده يعني، دول خشب. وكمان حتى الحاجة اللي احنا بنطلع عليها العيش اصلا دي معمولة من الخوص. حاجة كده شبه الكوستر الخوص، بس احنا بنقول عليها برش خوص هنا. كله طبيعي بقى في طبيعي. حتى الفرن زمان كان فرن طين، بس الدنيا تطورت دلوقتي بقى الفرن اللي هو الكبير ده، والفرن ده ما شاء الله بيشيل حوالي 13 رغيف من العيش، فبيساعدنا ان احنا نخلص بسرعة يعني. عشان العيش اصلا لو خمر بزيادة عن اللزوم ممكن يحمض او يبوظ. فعشان كده اول ما العيش بنلاقيه خمر وطلع بسرعة بنرميه كله بسرعة وبنسويه بالشكل ده. طبعا بعد كده بنفرده في مكان وبنغطيه لحد لما يبرد شوية. بنشيل اللي احنا هناكله على قدنا، والباقي بنحطه في الفريزر. وبعد كده بنطلع يعني بنطلعه نحطه في حلة نسخنه على في فرن البوتاجاز، وبنحطه في حلة وبنغطيه. بيبقى طري جدا يعني، بس بياخد وقت يعني. ممكن نسخنه مثلا من الصبح ونحطه في الحلة ونغطي عليه، نيجي بقى بالليل كأنه لسه مخبوز يعني. بس اللي بيسخنه وياكله في نفس الوقت لا، هيلاقيه ناشف منه شوية. دي طريقتنا هنا في لوحات في خبيز العيش. طبعا والدتي هي اللي يعني ربنا يبارك لنا فيها، هي اللي بتقوم طبعا بالموضوع ده يعني. تبقى عارفة كويس العيش استوى ما استواش. يعني هي عارفة هي اللي بتقعد قدام الفرن، وهي اللي بتسوي لنا العيش. بصوا العيش يا جماعة ما شاء الله، والعيش بيبقى طري من جوه عامل زي الاسفنج بالظبط. طبعا زي ما قلت لكم كل حاجه اختلفت عن زمان. زمان كانت دي اسمر عندنا هنا في الواحات، كنا بنطحن دي اسمر، وطبعا ما عادش الكلام ده. دلوقتي بقى عشان بقى دي فينو فبنحط خميره فوريه. والعيش احنا بنقول بيعرق او هو بيطلع الفطريات اللي هي بتطلع فيه بسرعه، فعشان كده ما بنسيبش عيش كتير بره عشان الخميره الفوريه دي. وابتدينا ونحطه في الفريزر يعني. زمان لما كان الدقيق اسمر ما كناش بنحط خميره فوريه، كان العيش ممكن يقعد بالكذا يوم بره ما بيجرالوش حاجه. طبعا احنا كل العيش كمان بناخد منه كميه بنقطعها وبنسيبها على الفرن، بنحمصها على الفرن او نحمرها على الفرن عشان نعمل منه العيش الناشف. وده بقى بيقعد بره عادي، ما بيتحطش في الفريزر ولا حاجه. بس ما بيجرالوش اي حاجه يعني، بنعمل بيه فته والحاجات دي. وكده احنا خلاص تقريبا يعني اهو خلاص في الاخر كده قربنا نخلص العيش. طبعا انا معرفش الصعيد، الفرق بيننا وبين الصعيد تقريبا هو شكل العيش يعني. هما تقريبا بيقطعوه بشكل مختلف عن الشكل اللي احنا مقطعينه بيه. احنا بنقطعه زي الدواير كده. هو في تقطيع غريبة بيبقوا عاملينها، او في ناس برضو بتخبز بنفس طريقتنا. خميرة العيش اللي احنا بنعملها من بالليل دي طبعا احنا بنجيبها من ناس جيراننا. احنا عندنا ناس بيوزعوا الخميرة يعني على ناس تانية، يبقى عندهم عادي جدا في اي وقت ناخدها منهم. تبقى حتة خميرة يعني حتة عيش صغيرة كده عجينة، ومجرد ما بنخمر عليها شوية دقيق بنصحى الصبح نلاقيها خمرت وبقت خميرة وبنحطها في العيش. وبرضو بنحط الخميرة الفورية عشان هي بتساعدنا ان العيش يعني يطلع معانا بسرعة ويبقى من جوه هش طري كده زي الاسفنج يعني. وكل واحد بقى زي ما بيحب، في اللي بيحب العيش وهو سخن كده يغمس بيه بقى هنا في الصيف ملوخية او يعملوا فتة. بس اول يوم صعب ان هو يتعمل فتة لانه بيبقى طري جدا وبيتعجن يعني. احنا بقى يعني هو كده لسه طالع من الفرن سخن، عملنا بقى تونة وطحينة وبصل وزيتون وطماطم متقطعة، هناكله بالطريقة دي. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم.